مرحبا بكم من جديد في ملف الرعب الحقيقي. مرحبا بكم في قناتنا. هل سمعتم يوما عن قصة سامي والمرآة؟ في ليلة من الليالي المظلمة كان سامي راجع لبيته متأخر. دخل الحمام يغسل وجهه بعد يوم طويل، وفجأة لما رفع راسه عشان يبص في المراية شاف منظر خلى قلبه يوقف. كانت في ست واقفة وراه، شعرها طويل واسود نازل على وشها يخبي ملامحها. لف سامي بسرعة وراه، مفيش حد. رجع بص في المراية تاني والست لسه واقفة في نفس المكان بإيد مرتعشة. مد سامي إيده يلمس المراية، وهنا حصل شيء غريب. الست مدت إيدها من جوا الزجاج ومسكت إيد سامي بقوة. لما الناس دخلوا البيت بعديها لقوا المراية مكسورة وصمات كف سامي مطبوعة على الزجاج من الناحية الداخلية. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشاركونا تجاربكم في التعليقات. نلتقي في حكاية جديدة.